حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. تعالوا بينا نصلي على حبيبنا النبي. واقول لكم كده، انا كنت بره وراجعه. وبصراحه شميت ريحه الذره كده، ما قدرتش اقاوم. جبت لي كوز ذره كده وقلت اتسلى فيه في الطريق يعني. وانا ماشيه كده قعدت افكر يعني نعمل اكل ايه نعمل اكل ايه. المهم هنا خلاص كنت رجعت البيت وجبت ربع كيلو ملوخيه بس. ومسكتها كده، الملوخيه عجبتني عشان صغيره، والملوخيه الصغيره بتبقى حلوه قوي، بتبقى قصيره، انا بحبش الملوخيه الطويله. وطلعت كده شويه رز، وكان عندي كام حته لحمه مسلوقين يعني في الشوربه، فقلت ايه اخد شوربه اللحمه اعمل بيها الملوخيه. عشان انا بحب شوربه اللحمه قوي قوي، بحب شوربه الفراخ كمان، بس بحس شوربه اللحمه كده حلوه جدا جدا في الاكل. تمام. مسكت بقى هنا، حطيت معلقتين زيت وحطيت عليهم معلقه سمنه، ونزلت بالشعريه حمرتها، وعملت شويه رز بشعريه بس. نزلت كده بالرز وزودته كوبايتين ميه. هنا بقى مسكت الملوخيه قطفتها، وبعد ما قطفتها طول ما الملوخيه موجوده في السوق انا بحب اخرطها، ما بحبش اجيبها جاهزه، احب اخرطها كده بالمخرطه. عايزه اقول لكم بيبقى ليها طعم تاني. وهنا مسكتها خرطتها كلها وبنعمها كده وبخليها جميله. يا جماعه طول ما الملوخيه في السوق استغلوا ان انتوا تخرطوها، بجد بجد بتفرق قوي قوي. هنا خلاص كنت خرطتها، وزودت طبعا كوبايه ميه على الشوربه انا كده. وحطيت عليها ماجي. وطبعا عملت لها بقى التومه الحلوه بتاعتها كده بمعلقتين سمنه. تحطوش على الملوخيه بتاعتكم زيت، لانه بيسمر الملوخيه، الزيت بيسمر الملوخيه. وهنا بقى كانت التومه خلصت، ورشيتها كده على الملوخيه. عايزه اقول لكم اكل سهل خفيف كده. وطبعا اللحمه عندي كانت مسلوقه، عملت ايه حمرتها. بس كده تعالوا اتفضلوا معايا الاكل الحلو ده. هنا بقى جبت قناصي، وده العيش. الافلام القديمه دي يا جماعه حاجه تانية. جبت كده فيلم قديم، وابتديت اشوف يعني اشغله اشوف بتاع مين. وعملت شويه فشار، واليوم خلص النهارده. اتمنى من ربنا الفيديو يكون عجبكم، وتحطوا لي لايك واشتراك، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير.